You might be wondering, why the hell am I recording in the kitchen? And you have tienes razón. Yeah, you're right. This is weird. This is something weird to be done in here. And طيب في الفيديو ده انا عايز اعمل كوبايه شاي. نتكلم بعد كوبايه الشاي. بصوا بقى، فوائد السفر والماتريكس. دايما انا لما بسافر بكتشف ان انا لسه في الماتريكس وبكتئب. طيب الفيديو ده انا عامله علشان اتكلم فيه بأريحية شوية معاكم ومع مشاهديني من جميع انحاء العالم. ليه دايما لازم يبقى عندك side hustle besides your college او your study؟ ركز معايا في اللي انا بقوله لك ده. لو انت سنك من اول 5 سنين، لا مش اول كده، من اول سن مثلا 15 مثلا، لا قبل 15. انت في الفيديو ده انا كنت بفكر اعمله سكريبت واتكلم فيه بشكل منمق بقى والكلام ده، بس قلت ثانية بس. بصراحة انا مش من اتباع الناس اللي بتقول ان انت لازم تركز في حاجة واحدة بس في حياتك، اللي هو you shouldn't have plan B اصلا. you just have to focus on what you have. plan A وبس. وده موضوع شائك، ولكن وجهة نظري انا اللي انت ممكن تتفق معه وممكن تختلف، ان انت you have to have a side hustle. and a side hustle means حاجة انت بتعملها على الجنب، بجانب دراستك، بجانب شغلك، بجانب حياتك اللي انت مركز فيها بنسبة خلينا نقول 90%. يبقى انا من وجهة نظري ان انت لو شفت سايد هاسل دي ده حاجة جامدة مش حاجة وحشة. لو انت مكرس حياتك لحاجة واحدة بس، والحاجة الواحدة دي جت في يوم وخذلتك، الشغلانة اللي انت مركز فيها او الوظيفة اللي انت بتسعى لها او كاريرك الدراسي اللي انت لطالما بتقفل وتتخانق وتدور في ماتيريال وتتخانق مع مش عارف مين عشان غش منك ايه حاجات كده، يعني اللي هو الناس اللي هي مثلا في الدراسة تقفش انها ما طلعت التالتة بدل التانية، فمش هتتعين معيد مثلا مع الاتنين الاوائل اللي بيتعينوا معيدين. لوك، اسمع الكلام ده ليا وليك. وعلى فكرة انا جاي من تجربة، يعني انا بقول ده بناء على تجربة وحسيت قد ايه الموضوع ده مهم. you should have a side hustle عشان الآتي. انت ممكن الحاجة اللي انت لطالما بتسعى لها تخذلك في يوم، ممكن الحاجة اللي انت بتفايت عشانها ما تتحققش. فلازم دايما يكون عندك السايد هاسل او الحاجة اللي انت برضو بتحب تعملها، وبرضو اي نعم مش بروفيشنال فيها، حاجة تانية بتعرف تعملها. مش شرط تبقى حياتك كلها متركزة في حاجة واحدة بس. انا بذاكر بس. ليه تذاكر بس؟ ما تذاكر والعب باسكت بول. لو انت عندك القدرة ان انت تشترك في نادي تلعب باسكت بول، ممكن تبقى باسكت بولر في المستقبل. ليه ما تتعلمش creating فيديوز مونتاج؟ ليه ما تتعلمش فوتوشوب مثلا تبقى شطور في الفوتوشوب؟ ليه ما تتعلمش برمجة جنب الدراسة بتاعتك، جنب الشغل بتاعك ساعة في اليوم لو انت عندك القدرة؟ اكيد في حد عنده القدرة يعني من اللي هيسمع ده. دايما خلي عندك ده. دي نصيحة ليا والله قبل ما تكون نصيحة لأي حد، وانا مش I'm not making myself perfectionist و superior والكلام ده. كان في فترة في حياتي أنا كنت مركز على حاجة، والحاجة دي ما ادتنيش النتيجة اللي أنا كنت عايزها، فاتضايق. واكتشفت إن أنا برضو ما ينفعش أتضايق، ومش أنا أول واحد يتضايق، في ناس أولى مني إنها تتضايق. للآتي، الناس الأولى مني إنها تتضايق الناس بقى اللي هي ادت لها اهتمام مش مجرد شهر، هي أصلا مكرسة حياتها للموضوع ده. فبناء على اللي حدث أنا فكرت له خلاص أنا اديت شهر، اي نعم شهر ده كتير، بس على الاقل انا مش مدي حياتي كلها للموضوع ده. فالحمد لله ان انا كان عندي سايد هاسل، ان انا بعرف اعمل كذا بجانب كذا، مش مهم هو ايه بس انت فاهم قصدي. دايما خلي عندك حاجه انت بتحب تعملها، الحاجه اللي انت بتشوف نفسك فيها. لو انت مثلا بتحب الرسم، مش بتكلم عن هوايه بس فكره ان انت تمونيتايز. برضو تمونيتايز معناها ايه؟ معناها ان انت تخلي الموضوع ده يبدا يجيب فلوس، مش شرط دلوقتي بس. man we work for money man, you should understand this. خلينا نقول مثلا لو انت في كلية، مش عارف بجد كلية ايه، بس اي كلية يعني، اتعلم ألماني. ممكن خططك المبنية على الكلية بتاعتك تفشل، وتتعلم الألماني ده هو اللي ينجدك تشتغل شغلانة تكسبك فلوس 17,000 جنيه كول سنتر تقريبا مينيموم يعني.
فاهم قصدي؟ ما تركزش، ما تخليش حياتك كلها مكرسه في حاجه. في نقطه معارضه، في ناس ممكن تقول لك ايه، بس احتماليه ان انت تدخل تو بلانز مع بعض ده معناه فشل البلان الاولانيه، وابو او صاحب بالين كداب. اقول لك صح، صاحب بالين كداب لو هو عارف ان هو كداب وصاحب بالين، مش لو هو بيشتغل 8 ساعات متواصل في البلان دي. سامع ان انا مش عايز ابقى كرنج بصراحه، بس ركز معايا دلوقتي. ايوه صاحب بالين كداب، ولكن انت لو فعلا عايز تعمل حاجتين هتعملهم، لكن ما تخدعليش نفسك وتقول هتسكيب مثلا من كليتك الصعبه علشان انت سايد هاسلر وبتدور على تعلم اللغه الالمانيه، وانت اصلا في كليه زراعه اللي هي برضه صعبه باي ذا واي يعني. لا لا لا، في برضه برايورتي، بس انا قصدي ركز، خلي في بلان، فاهم؟ خليك في الاستخبص كده بتعمل حاجه ما حدش عارف عنها، علشان ممكن دي اللي تكليك في الاخر. Thank you for listening. Thank you so much. See you in the next video. اه، ما تنساش تعمل لنا فولو على شويه حاجات اللي هتبان تحت. سلام.